السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين معانا في قناة الدكتور مع الدكتور خليفة مختار خليفة أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. النهاردة إن شاء الله عاوز أكلمكم في موضوع مهم جدا حصل معايا امبارح في العيادة. إيه اللي حصل يا دكتور خليفة؟ لقيت ناس داخلة عليا بطفل صغير عمره 2 سنين. الحق يا دكتور خليفة الطفل دوت مش قادر ياخد نفسه، الطفل شادد أعصابه، الطفل عينيه قلبه بياض، دوت تشنجات. طب يا جماعة وفي رغوة بتنزل من بقه. طب يا جماعة طبعا طمنت على الطفل في الأول، الحمد لله الموضوع هدي معاه، بدأ يفك، سنانه وبقه كويسين، مجرى التنفس بتاعه كويس، مفيش أي إفرازات ولا أي حاجة، أعصابه بدأت تفك، الطفل عيط، فدي كلها علامات كويسة، النبض بتاعه كان كويس، صدره كويس. بس بالفحص لقيت إن في التهاب موجود في الحلق وفي نقط صديد صغيرة كده. تاني حاجة الطفل أطرافه باردة جدا وجسمه حاسس اللي هو سخن، حطينا الترمومتر لقينا حرارته 40 درجة 40 درجة. طب يا ست الكل انت خدت بالك ان ابنك حرارته عالية؟ قالت لي لا، بس انا حسيت اللي هو سهتان شوية من ساعتين. معنى كده ان الطفل بدأ يسخن والام ما خدتش بالها. الطفل دخل في حاجة اسمها تشنجات حرارية. التشنجات الحرارية ديت بتحصل للأطفال لحد سن 5 سنوات ل6 سنوات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. طب يا ست الكل انت خدت بالك الطفل يعني الموضوع بدأ معاه ازاي؟ الطفل كان اتخبط ولا حاجة؟ حصل أي حاجة؟ قالت لا اتخبط ولا وقع ولا أي حاجة خالص. طبعا لما حطينا الترمومتر درجة حرارة 40 زي ما قلت لكم اتأكدنا ان دي حاجة اسمها تشنجات حرارية. طبعا طمنا الأم وقلنا لها بس تحط الطفل في مية فترة شوية عشان تبدأ تقلل درجة الحرارة. ما ينفعش نحط راس الطفل أو صدر الطفل تحت الحنفية مرة واحدة لأن ممكن يعمل له صدمة، نتيجة إن درجة حرارة عالية مع مية باردة ممكن تعمل للطفل ده صدمة. فاحنا بنملى حاجة زي الحوض كده أو حاجة زي بلاستيكية صغيرة ونحط وسط الطفل التحتاني ومية كده عند بطنه بحيث تبدأ تقلل الحرارة واحدة واحدة. وطبعا بنبدأ نعالج السبب اللي هو ارتفاع درجة الحرارة. طيب وايه تاني؟ ونبدأ نطمن الأم ونعرفها ان الموضوع ده ممكن يتكرر تاني لو الطفل حرارته عالية وهي ما خدتش بالها. علشان كده بننصح كل أم إن هي دايما يكون عندها في البيت ترمومتر. لو الطفل بدأ حرارته تعلى أو حصل الطفل سهتان أو حصل الطفل ما بيتحركش أو حصل الطفل أطرافه باردة زيادة عن اللزوم تقيس الحرارة. لو لقيت الحرارة عالية نديله خافض ونروح نكشف على الطفل، ما نسيبوش لما الموضوع يتطور عليه. ولازم نعرف ان التشنج الحراري ده بيروح بعد سن معين، انما لو تكررت التشنجات فوق السن دوت لازم نروح لحد مخ واعصاب اطفال ولازم نعمل له رسم مخ. وديت كانت معلومه بسيطه حصلت معانا وحبينا نطمن كل الاهالي ونعرفهم ان الموضوع دوت ممكن يحصل لاي طفل وازاي نتعامل معاه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.